عملنا يا حبايبي مع بعض احلى طبق سلطة افوكاتو بطريقة بسيطة. الافوكاتو من الفواكه او الخضار الصحي. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. خشوا الفيديو شوفوا احنا عملناه ازاي. كله مكوناته بسيطة وسهلة. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي هعمل معاكم النهارده سلطة افوكاتو بطريقة بسيطة وسهلة. انا معايا هنا الافوكاتو. طبعا بتجيبي الافوكاتو الاول تشتريه، لو طلع اخضر بتسيبيه يوم او اتنين لما يطرى عندك. انا خدته فرغته اهو زي ما انتم شايفين، وخدت قلبه. دول اتنين من الثمرات. اذا عملتيه عصير برضه لازم تستني لما يستوي. اذا عملتيه سلطه لازم يكون مستوي، لو ما عملتوش مستوي هيبقى مر. معايا هنا فصين توم مش كبار، ومعايا الافوكاتو مقطعاه، ومعايا طماطميه هقطعها، ونص ليمونه، ونص في قرن فلفل حراق لو حابه تعملي سبايسي. معايا كمون، ومعايا بابريكا، والملح، وزيت زيتون هنختم بيه في الاخر ان شاء الله. همسك بقى التوم ده هرسه. انا كده يا حبايبي هرس فص التوم مع شويه كمون مع شويه بابريكا مع الملح. هرسهم كويس كده واقلبهم في بعضيهم. وبعد كده هنحط لحم الافوكاتو، هنكسره شويه. طبعا هو مستوي زي ما انتم شايفين فمش مستحمل. هكمل بس تكسيره كده ونكمل مع بعض. انتم شايفين كده يا حبايبي انا هرست الافوكاتو بالشوكه، ولو في حتت سليمه اعمليها بالسكينه. كده بيبقى احلى من انك انت تعمليه في الكبه، بيبقى معجون. لو انت حباه معجون اعملي كده. المهم حطيت نص الفلفلايه قطعتها، وقطعت نص طماطمايه لحمها كده اهو قطع صغيره، وهقلبهم في بعضيهم برضو. وهنعصر بقى الليمونه، نص ليمونه على الكميه دي. كده بيبقى طعمه جميل، خصوصا بقى لما تركنيه بتاع نص ساعه يشرب مع بعضه. وظبطي ملحك بقى. انا حطيت ملح وحطيت بابريكا وحطيت كمون. زي ما انتم شايفين انا هرساه قطع صغيره، احنا بنحبه كده. لو انت حباه مهموك قوي ممكن بقى تضربيه في الكبه، بس خلي الطماطم في الاخر قطع سليمه كده بتبقى حلوه. انها ممكن تهرسي مع الفلفل والثوم في الكبه، بس كده جميل لان هو مستوي فمش محتاج ان هو يتحط في الكبه. هنحط بقى عليه الزيت ونسيبه بتاع نص ساعة قبل ما نقدمه. كده يا حبايبي بعد ما هرسناه كله في بعضيه وحطينا الطماطم، عصرت عليه ليمون، وهنحط بقى عليه زيت الزيتون، وحطيت له اي حاجة تحطيها في النص كده، عود نعناع، حتة طماطماية، ليمونة، اللي انت حباه يدي منظر بس للطبق. هنرش بقى عليه زيت الزيتون وسيبيه مش اقل من نص ساعة عشان يتطعم مع الثوم والتوابل اللي احنا حاطينها. وكده خلصنا احلى طبق افوكاتو. يا رب يعجبكم.